السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ان شاء الله جميعا، لا الفاقدين والمفقودين. تمام. وبمناسبه رمضان هنعمل شويه بهارات كده حلوه. هنعمل 11 بهار بتوع كنور. انا كنت بعملهم في البيت وبعملهم في البيت من زمان، وتقريبا نزلتهم على القناه. حاجه لذيذه وسهله وبسيطه، وحاجه ضامنين نظافتها ومش مكلفه خالص. انا جبت البهارات الناشفه بتاعتي، جبت حوالي من كل نوع ب10 جنيه 15 جنيه، غير اللي موجود في البيت. عندنا لوري، عندنا فلفل اسود، عندنا كزبره. فهنوفر، وحاجه ضامنين ان احنا عاملينها في بيتنا وقدام عينينا ونضيفها. يلا بينا نبدا ونسمي الله كده. اول حاجه عندي اللوري، حطيت كبشه كويسه من اللوري حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. كبشه من اللوري. وبعد كده جبت حوالي ب 15 جنيه فلفل اسود. وتالت بهار اللي هو الكركم، مفيش منه صحي طبعا في السوق. حطيت البودر، حطيت معلقه كبيره. بعد كده الزنجبيل المجفف، حطيت منه كام قطعه، مفيش نحط بودر عادي. حطيت القرفه عيدان كسرتها، ولما مفيش عيدان نحط بودر برضو، مفيش اي مشكله. وبعد كده لو جوز الطيب، واللي ما بيحبش جوز الطيب ما يحطهاش. حطيت الكباب الصيني، كنت جايبه تقريبا ب9 جنيه. بعد كده الكزبره الناشفه. تمام. حطيت كبشه حلوه. وده روزماري كان عندي في البيت اخضر، وجففته في الميكروويف. واخر حاجه هنحط الورد المحمدي او الورد المجفف. كنت بشيل الورد الصحيح، يبقى حلو في التزيين مع مع الحلويات. نخلط كده البهارات بالمعلقه. وبعد كده هحطها في الكبه او في الخلاط. حطيها في الكبه او في الخلاط. هنكسرها شويه لان المطحنه صغيره اللي عندي، او المطحنه عامه يعني بتكون صغيره. فانا خايفه عليها من البهارات الناشفه دي. فنكسرها شويه بالكبه او بالخلاط. نديها ضربه كده، ضربه 2 لحد ما تنعم معانا شبه ناعمه. بعد كده هنجيب الكبه بتاعتنا المطحنه. واللي ما عندوش مطحنه ممكن المطحنه بتاعت الخلاط الصغيره هتطحنه وتخليه حلو قوي. تمام. خدتش وقت خالص، عملت معايا كميه كبيره. هنحفظها. الريحه كانت فظيعه بجد، الريحه. ومعلقه صغيره من البهارات دي ما شاء الله مع الفراخ او اللحمه او المحشي تدي طعم تحفه. تمام. خلصتها كده. شايفين ما شاء الله جميله. لو ما طحنتش او في حاجات ما طحنتش نعيد طحنها تاني بكل سهوله ويسر عادي. اظن كده مش محتاجه حاجه. بدل ما احط لوري في مره وحبهان في مره، كله مختلط ببعضه. جربوا الوصفه دي حلوه قوي قوي. هتغنيكم عن البهارات اللي بنجيبها من بره. ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين.